انتظمت اليوم ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة حول مهرجاني قفصة والقصرين الدولي، حيث تم تقديم برنامج مهرجان القصرين الذي أصبح مهرجانا دوليا لأول مرة، وقدم برنامجا ثريا متنوعا راوح بين الفن التونسي والعربي، ليكون الافتتاح متماشيا مع روح الشهر الفضيل من خلال عرض روحانيات للشيخ أحمد جلمام. وتتوالى العروض وتختلف من الفن التونسي إلى الشعبي إلى الراب وإلى المسرح. عروض متنوعة أيضا تتخلل مهرجان قفص الدولي في دورته ال34، ليكون الافتتاح مع الفنانة نبيهة كراولي، وإلى الفن اللبناني مع الفنان مروان خوري وفارس كرم، إلى العروض المسرحية على غرار مسرحية السلام عليكم لميغالو بسام الحمراوي وفيصل الحذيري، ليكون الاختتام بالمسرح ومع مسرحية علي بن غذاهم إنتاج المركز الوطني للفنون الدرامية بقفصة لسنة 2013.